اهلا بيك. لو لسه جديد في عالم العملات الرقميه او حتى سمعت عنه وعايز تفهم من غير تعقيد، فانت في المكان الصح. هنبدا مع بعض سلسله بسيطه وسهله نشرح فيها المفاهيم اللي الكل بيتكلم عنها بس بلغتنا. دي اول حلقه من سلسله هنتكلم فيها عن العملات الرقميه والتكنولوجيا اللي حوالينا. في الفيديو ده هنبدا من الاساس، يعني ايه بلوك تشين؟ اكيد سمعت الكلمه دي قبل كده وقلت هو ايه النظام ده؟ الكلام ده طبعا مش للخبراء بس، لا، هو ببساطه نظام لتسجيل المعلومات بس بشكل مختلف تماما عن اللي احنا متعودين عليه. بدل ما البيانات تكون متخزنه في مكان واحد ممكن يتغير او يتسرق، البلوك تشين بيقسمها لسلاسل من الكتل، كل كتله فيها مجموعه بيانات مربوطه باللي قبلها، وطول ما البيانات ماشيه كده على شكل سلاسل يبقى صعب جدا التلاعب او التزوير فيها. الناس دايما بتربط البلوك تشين بالبيتكوين او العملات الرقميه، وده جزء منها فعلا، بس استخداماتها اكبر من كده بكتير. النهارده بنشوف العقود الذكيه اللي بتتنفذ بشكل تلقائي، وفي تتبع المنتجات من اول المصنع لحد ما توصل للمستهلك، وفي التصويت الالكتروني، وحتى في حفظ بيانات المرضى في المستشفيات بطريقه امنه. اللي مميز البلوك تشين فعلا انه نظام بيشتغل من غير سلطه مركزيه، يعني مفيش جهه واحده تتحكم في كل حاجه. المعلومات بتكون شفافه، كل خطوه بتتسجل ومحدش يقدر يغير اي حاجه من ورا ظهر النظام، وده بيخلي مستوى الامان عالي جدا، وكل حاجه فيه واضحه ومثبته. وده بيفتح ابواب كتير، لان المجال ده لسه في اوله ولسه اللي جاي اكبر. يعني اللي بيبدا يفهم النهارده بكره ممكن يكون سابق ناس كتير. مش لازم تكون مبرمج ولا خبير اقتصادي، كفايه انك تكون بتفكر وبتسال وعايز تفهم. واللي بيتعلم بدري هو اللي دايما بياخد الخطوه قبل غيره. في الفيديو الجاي هنتكلم عن المحافظ الرقميه، يعني ايه محفظه، وازاي بتخزن العملات، وايه الفرق بين الانواع. كل ده هنتكلم فيه ببساطه ومن غير تعقيد. دي مجرد البدايه، والمتابع معانا هيبقى فاهم، واللي طبعا مش متابع هيبقى خسران كتير.